سي بن عبد الله الشافعي، يعني انت كرئيس جهوي جمعيه الدفاع عن الانسان يعني كمناضل حقوقي، تكلمنا شويه شنو هي العلاقه بينكم انتم كحقوقيين والسلطات المحليه هنا باليمن، وعلى راسها ولايه اليمن، يعني شنو هما واش كاين تواصل، واش كاين كاينه قطيعه، كاين شي تواصل بيناتكم فيما يخص الملفات الحقوقيه اللي كتهم الشان المحلي واللي كتهم الموارد البشريه هنا في اليمن. يمكن في هذا الاطار احنا في التعامل ديالنا في المسائل ديالنا ديال الملفات الحقوقيه اللي كنتوجهوا بها لبعض الادارات ديال الدوله، ما كنلقاوش واحد التجاوب من طرف سيرتو من طرف ولايه العيون. هذا كيأكد يعني على اساس كيأكد على انه حتى ديك الشعارات معويه ما كايناش بينه وبين ولايه الجهه، لان الخرق الكبير اللي وقع فيه الدوله هو ان لا يعقل ان ولايه الجهه مقر ولايه الجهه، يعني كما كتشوفوا بانه كاين واحد العسكره ديالو وكاين واحد السياج ديالو، يعني التسييج ديالو بواحد الطريقه غير قانونيه، لان هذا اليو بيبليك، هذا واحد المرفق عمومي ديال المواطنين اللي يمكن انهم باش يقدموا الشكايات ديالهم والطلبات ديالهم، يعني خاص يكون تكون واحد الخطه بديله كفاره ديال انه لاجراءات امنيه او لدواعي امنيه. هذا ماشي ما كيمنعش انه يكون التواصل مع المواطن، لان هذه اداره ديال المواطن. اذا من هنا كيبين بان ولايه العلم حنا مبدئيا ما عندنا حتى علاقه معها. خير دليل على ذلك انه كالشافعي كحقوقي كان في واحد الوقت، وعلى ما اظن باقي يعني من الناس اللي كانت وصلت بان كانت ممنوع عليهم انهم يدخلوا مرفق ديال الولايه ديال الجهه، لانه يمكن كاين ملفات اللي يمكن غنحرجوا فيهم الولايه وكذا. اذا حنا تفضلنا في اكثر من مناسبه اننا كنراسلوا عن طريق مفوض قضائي في شخص الباشا السابق، يعني في الباشويه. هذا كيأكد عدم النضج ديالهم وعدم التعامل ديالهم بجديه مع جميع الملفات، وكتشوف كما كتشوفوا جميع الملفات تقريبا اغلبيه الملفات اللي كتفتقد للحوار. مي حنا واحد القضيه ما نساوش اننا يعني نوهوا بالمجهودات اللي كيقوم بها المسؤولين، لا سيما السيد وزير الامن اللي يمكن كيدير واحد الخطوات في جميع الملفات كيبان انه رجل حوار، حتى السيد الباشا السابق فعلا. ولا ننسى كذلك الكاتب العام ديال الولايه، انسان فعلا تثبت اكثر من مره بانه انسان رجل حوار ورجل ديال المواقف الصعبه. يعني جميع المواطنين حنا كنتعاملوا وحنا كنا نصردوا هذه المسائل بناء على معطيات وبناء على ما جاء على لسان المتضرر. هادشي اللي يعني المشكل القائم بينكم انتم كجمعيه حقوقيه ويعني وبين شخص ولي العيون هو يعني كاين عدم التواصل وكاين قطيعه، ربما على حسب ما القطيعه خلقها ولايه العيون، لان كتستثنينا او كتستبعدنا من جميع الانشطه ديالها، ماشي انشطه، من جميع المسائل اللي هي كتهم حقوق الانسان او جميع المسائل. حنا ما باغاش نحضروا دوك الديفيليات ونحضروا دوك الاحتفالات وكذا داكشي ديال الماكله وكذا. حنا ماشي، حنا حقوقيين، حنا كنديروا حقوق الانسان، كنديروا السياسه. ولكن هذا ما كيمنعش اللي خاصنا نفهموا الناس ديال المسؤولين ديال العيون او ولايه العيون على اساس انه حنا راه عندنا صلاحيات وعندنا البوفوار فعلا، لان كاتبوا السيد وزير الداخليه ويمكن كاتبوا كاتبوا القصر ونكاتبوا حتى الامم المتحده. عندنا الصلاحيات، يعني ملفات اللي كتستعصى، واغلب ملفات حاليا اغلب ملفات حنا كنرفعوها فعلا، كنرفعوا الاجهزه الكبار من العلم. يعني سي عبد الله الشافعي، يعني في نظرك يعني لتفادي هذه القطيعه هذه وهذا عدم التواصل، شنو هما الحلول الناجحه في نظرك؟ احنا باش احنا في اكثر من مناسبه كانت مبادره ديالنا اننا ماشي طلبنا لقاء الوالي او غيره، لا احنا كنا لان احنا كنتعاملوا مع اداره ديال الدوله، هذا مرفق ديال الدوله، ما كنتعاملوش مع اشخاص. يمكن الوالي يمشي، يمكن الوالي يجي، ولكن حنا كنهضروا على اداره ديال الدوله المغربيه. اذا الدوله المغربيه خاص بحال هذه الادارات خاصها نورمالمون يعني حتى التسيير ديالها خاصها تسهر على التسيير ديال المرافق ديالها، يعني ماشي اننا حتى انا مسؤول كذا. انا كنظن هذه هو انا كنوجه نداء السيد وزير الداخليه انه على الاقل يعني ما فيها باس ان تكون دي زانسبيكسيون يجوا مره يجوا يشوفوا حتى المظهر ديال ولايه العيون. انا كنظن بان المظهر يعني اي اجنبي
كيدخل لعيونه او اي يعني اجنبي من خارج ارض الوطن كيدخل كيبان ليه داك السياج ديال الولايه، كيعرف بان يعني ايديا كيلك شوز، يعني راه كاين مشاكل فعلا، كاين دي بروبليم وهي فعلا كاين مشاكل. حنا عندنا في اكثر من مناسبه دي فيديو داكشي موثق على اساس ان الناس كيمشيو كيخترقوا داك السياج او كيجيو يحيوا. يعني هادشي في نظري انا كيبين بان الناس اللي كيصراو على السير الولايه يعني عندهم مشاكل فيها. سيد عبد الله الشاف، يعني اللي جينا نشوفوا يعني العمل ديالكم كحقوقيين كنلقاوه يعني بالدرجه الاولى مرتبط بالشان المحلي وبتدبير الشان المحلي اللي كيهم يعني منتخبون رجال سلطه الى غير ذلك. وانتم عندكم يعني احتكاك يعني وطيد وبشكل يومي مع الفئات المتضرره، وبالاخص يعني الفئات المثقفه يعني المعطلين والمعطلين. يعني من بين الملفات ديالهم يعني الشغل وهذا واحد مجموعه ديال الملفات اللي هي في منتخبون واعيان ديال المدينه. واش نتوما بغض النظر على السلطات المحليه واش عندكم علاقه بالمنتخبون والاعيان يعني فعاليات المجتمع المدني بالمدينه، يعني باش تريطوا هذه المشاكل هذه؟ واش عندكم علاقه بالمنتخبون والاعيان؟ فيما يخص هذه المساله ديال المنتخبين، حنا كما قلت لك قبل، حنا كنديروا حقوق الانسان كنديروا السياسه. فيما يخص المنتخبين كنظن بان اللي بغى يفرض الوجود ديالو ويأكد بانه كيستحق ذاك المنصب ديالو راه فعلا يعني من الجهه ديالو غيحاول انه يجتهد من الجهه ديالو. اما فيما يخص حنا كنتعاملوا مع اداره الدوله، حنا كندافعوا على حق الفرد داخل المجتمع. يعني نورمالمون ملي كنقول فوالا بان اداره ديال الدوله، حنا كنتعاملوا مع الاداره ديال الدوله، حنا ما سادينش بيبان الى ان وسعت. اما فيما يخص الملفات الاجتماعيه وعلى راسها الملفات الاجتماعيه بصفه عامه كتفتقد كامله كنقولوا تقريبا كتفتقد واحد المبدا اللي هو مبدا الحوار. انا كنقد نتحاور مع الانسان، يعني نقد نقنعو ويقنعني، هذه سنه الحياه. ولكن دونك كنلقاو التعنت ديال السلطه، يعني المشكل ديما كيبقى مطروح، الا انه بحال المساله ديال المعطلين هذا مشكل. هذا معطل ليس بعاطل، لان الدوله في الدستور المغربي يكفل حق التشغيل للمواطنين. هادو واحد النخبه مثقفه لا يعقل اننا يعني نعاملوهم بهذيك الطريقه يعني بالعنف المفرط، او نعاملوهم بواحد الطريقه اللي حاطه او ماسه بالكرامه ديالهم. اذا من هنا كيبان حنا كنا اتخذنا واحد الموقف ديال اضراب عن الطاعه من المعطلين واعتصام مفتوح. يعني هذا كيأكد بان حنا كندعموهم وغنبقاو ديما ندعموهم في المطالب ديالهم، ولكن صرح ليه حنا ديما معاهم في الموقف ديالهم. اذا السي بن عبد الله الشافعي، الرئيس الجهوي لحقوق الانسان بالصحراء، على ذكر انك شكرت السيد ولي الامن العيون على اساس انه رجل حوار، وكنشوفوا انه خصوصا ان مواكبتنا وتغطيتنا المجموعه من الانشطه ديال المعطلين من خلال وقفاتهم في الشارع، كنشوفوا ان حضوره كيكون ديما واحد تدخل حضاري، تدخل يعني فيه نوع من الحيطه والحذر. منين ما كنشوفوا السيد الولي حاضر في عين المكان كنشوفوا انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان. شنو هو ردكم على مثل هذه التصرفات ورسالتكم لرجال الامن؟ فيما يخص باش نوضح، ليس السيد ولي الامن لوحده، ولي الامن كاين السيد قائد الجهوي الدرك الملكيه وقائد الجهوي ديال القوات المساعده. هادو الناس كاملين تعاملنا معاهم في الملفات، كانوا ناس تتوبر انهم ناس ديال الحوار ورجال دوله في المستوى فعلا، لان تعاملنا معاهم ومشينا منهم الخير. يعني ما غنجاملوهم ما غيجاملونا، ولكن فيما يخص المساله ديال التدخل الامني فعلا كنلاحظوها منطقيا الكلام ديال الاخ، ملي كيكون يعني فعلا المسؤول الاول على الامن اللي هو السيد ولي الامن كيكون يعني كيكون واحد الحيطه والحذر من طرف بعض العناصر. هذا ما كيمنعش بان هي كاين واحد الحالات متفرقه، وهذا ديال دي جيست ديال رجال الامن، بعض العناصر ديال رجال الامن، وهذا كيأكد بان هاد التصرفات ما كيعبروا الا على الشخص المعني، ماشي على اداره كامله. اذا حنا في هذا الاطار يعني اتخذنا واحد الاجراء لا نعلمكم به، اننا ولينا يعني بعض الصور او بعض الفيديوهات اللي موثقه ديال بعض التدخلات اللا قانونيه اللي بعض المسؤولين او بعض العناصر، حنا غنبداو نراسلوا لهم السيد المدير العام للامن الوطني شخصيا باش يفتح تحقيق في هذه المسائل، لان المهم عندنا هو ليماج ديال الدوله، عندنا الصوره ديال الدوله تبقى نيت فعلا في اطار حقوق الانسان. يعني كنتعاملوا مع انسان، كنتعاملوش وحتى بغض النظر عن الانسان نتعاملوا مع حيوان، ما غنتعاملوش معاه بالطريقه بحال هكا، لان حنا هاد الناس القناعات الشخصيه حنا كنحترموها،
المواقف الحقوقيه كنحترموها، وحتى الدستور المغربي خاصنا نحترمه اذا حققت غير الحق مشروع. المطالب الاجتماعيه مطالب مشروعه في الدستور المغربي. بن عبد الله الشافعي، شكرا جزيلا لك.